خبر يهمك بقى او ما يهمكش، المهم الخبر ده بالذات ما يفوتكش. ايه اللي حصل؟ شايفين عليها رعشة؟ عليها رعشة ياسمين، دي زلزال، زلزال 6 ريختر، فظيعة. سلاح ار بي جي جامد، لا شوية عليها. دي صاروخ، صاروخ كده اللي مش عارفين اتجاهاته رايحة فين. عارفين دي مين؟ دي ياسمين. ياسمين مين؟ ياسمين اللي بتخلي الحديد يلين. الصراحة جامدة طحن، مش دي لغة العصر؟ جامدة طحن. دي واحدة اسمها ياسمين، عاملة صفحة على التيك توك وعاملة لنفسها شعار: أنا ياسمين اللي بخلي الحديد يلين. دمرت الصفحة، فظيعة، عليها رعشة يا اخوانا. زلزال، زلزال 6 ريختر. مش أي حد يعمل الرعشة دي على فكرة. الرعشة دي يعني ست فيفي عبده يعني مش هتقدر تجيبها بالمنظر ده. دينا يعني مع احترامي للاتنين، بس برضو الرعشة بتاعت ياسمين بتاعت الحديد يلين دي خطيرة جدا. ايه الحكاية؟ الحكاية ان ياسمين عاملة محتوى زي ما انتوا شايفين، وبتنزل صور ليها ومقاطع ليها وهي بتهز هز بال كده وبالكده، وشغل فاخر من الاخر. فمن ضمن الحملة اللي لفة دي قالوا نروح نقبض على ياسمين اللي بتخلي الحديد يلين. وكانت المفاجأة، جريوا على الشارع بتاعها: يا جماعة احنا عايزين ياسمين. ياسمين مين؟ ما عندناش حد في الشارع اسمه ياسمين. ياسمين اللي هي دي، لا دي مش بتاع، ما نعرفهاش. بعد تتبع بقى الموبايل اتضح ان ياسمين، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هو في كده؟ في ياسمين عملت ايه؟ بقت ياسر. ده هو ده، هو ده، يعني ده هو ده. اي والله العظيم ده هو ده. ياسر عمل ياسمين علشان يضحك على الرجالة، الرجالة والله كلمة طالعة مني، عشان يضحك على الرجالة المغفلة اللي على التيك توك، الرجالة اللي بتحب المنظر، المظاهر. ركب قلتين مع حتة قطاية كده واشتغل بقى وعمل روج وبوتكس وظبط نفسه ولبس الباروكة، وبقى ياسمين اللي الحديد معاها هيلين، والرجالة داخلة تدعم تدعم زي القرع. تمدوا لبره بدل ما تدوا نسوانكوا يشتري لكم فرخايه حلوه كده تاكلوا وتلزلزوا، ها، والمدام تلزلز، لا باصين بره وعمالين ترموا ميات ميات الافات 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 الافات. اهو اتفضلوا، اهو ياسمين طلعت ياسر. يا ترى ياسر بقى اللي ضحك علينا الفتره دي كلها، يعني هيكون جزاؤه ايه بعد ما ظبطوا ياسر بقى تمام التمام، وخدوا الحاجة اللي هي المحتويات النسائية اللي كان بيلبسها وفرشنها له كده عشان يشوف منظره. طب منظر الرجالة بقى اللي كانت بتدعم ياسمين ايه؟ ده في ناس كانت طالباها للجواز، ده في ناس كانت هتطلق ستاتها عشان تتجوز ياسمين، وجالها عروض. يا لهوي، الحمد لله الحمد لله ان الموضوع اتكشف. هنشوف تاني ياسمين تانية ولا خلصوا كده؟